روسيا واوكرانيا والحرب هناك. النهارده حصلت مكالمة مهمة من الرئيس بوتين الرئيس الروسي للرئيس دونالد ترامب الرئيس الامريكي، بعد فترة جمود كبيرة ما كانش في بينهم كلام ما بين الدولتين، وخصوصا في فترة جو بايدن. كان ألمح كذا مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هو عايز يحصل ما بينهم كلام عشان يحلوا المسألة ديت، فكان منتظر إن هو يكلمه. فالنهاردة اتصل بيه، المفروض إن هو على الكلام إن هيحصل حل للمشكلة ديت، وهيوقفوا الحرب بشكل يعني سهل وبسيط. وهيكون في زيارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا، وزيارة من الرئيس الروسي لأمريكا. طبعا آخر زيارة كانت ما بين البلدين كانت من فترة، يعني آخر مرة رئيس أمريكي زار روسيا كان في 2013، كان باراك أوباما، وآخر مرة الرئيس الروسي جاء لأمريكا في 2015، يعني من 10 سنين. ففي طبعا كان برود كبير في العلاقات، فهو المفروض هيتحل الموضوع دوت، وهيرجع يبقى في علاقات افضل المفروض ما بين البلدين. مبعوث الرئيس الامريكي كان اصلا موجود في روسيا من يومين بشكل خاص ويعني غير معلن. الحل هيكون ازاي لسه هنشوف، بس في الغالب يعني وجهة نظر الرئيس الامريكي هتكون في الغالب يعني ان هو الحاجات الاماكن اللي حصلت عليها روسيا تحصل عليها، واوكرانيا تاخد الباقي والموضوع يكون انتهى. وهو كلم بعدها الرئيس الاوكراني، والمفروض اتفقوا ان هو الموضوع يعني يجي يتحل سلميا وتقف الحرب. في نفس الوقت الرئيس الامريكي بدأ يطالب ان الفلوس المساعدات الامريكية اللي راحت لاوكرانيا امريكا تحصل على اماكن جيدة تمتلكها مقابلها في اوكرانيا. في بقى على الناحية التانية مخاوف من الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بيطالب يبقى ان هو يبقى فيه حفظ لامن اوكرانيا من قبل الاتحاد الاوروبي، وطبعا الرئيس الامريكي مش مهتم بالقصه ديت، والاتحاد الاوروبي خايف ان امريكا تكون مهتميه اكتر بمصالحها وحمايه حدودها وغيره، وما يهتموش بامن الاتحاد الاوروبي وامن اوكرانيا. فهنشوف الدنيا تمشي ازاي. هو طبعا حتى الرئيس دونالد ترامب الكلام دوت كان على CNN وعلى كذا موقع اخباري، والرئيس دونالد ترامب كتب عن الموضوع دوت في كذا تويتر على منصة تروث المملوكة ليه. هنشوف الدنيا تمشي ازاي. الحرب ديت بقى لها سنين، الحرب ديت عملت مشاكل كتيرة وغلت يعني جزء كبير من التضخم موجود في العالم بسبب رفع الاسعار بتاعة الطاقة والشحن والحاجات ديت. يعني الشحن بقى غالي، في عقوبات، في مشاكل، فده المفروض يحل جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية. هنشوف الدنيا تمشي ازاي، وتحياتي.